مساء الخير. بجلستنا ما في شيء مخبى وكل شيء بينقال، بما انه الجلسه على احلى حال. ضيفتنا قررت بمهنتها تغامر بالربح والخساره، وعلى طريقه قررت انه تكشف كل وراءها انه بركي النصيب بيصيب. الليله نصيب إلنا انه نربح وجودها معنا بالحلقه. بزقفه كبيره بنستقبل بالفنانه نيكول سابا. مساء الخير نيكول. بونسوار توني. اهلا وسهلا. بونسوار للكل. نيكول، بالفن شو ربحتي وشو خسرتي برايك؟ شو ربحت؟ ربحت اكيد الخبره، وربحت انه الناس صارت تعرفني وتحبني، وفي منهم ما بيحبوني، وخسرت اكيد نحن مش منهم. لحظه وقفوا شوي صغيرين، نحن بنحبك كثير. انا كمان بحبكم كثير. نحن في غرام. اكيد خسرت الحريه اللي كل واحد بيحب يعيش على راحته، فالشهره هيدا ثمنها. كيف نيكول فيها تكون الفنانه ورقه رابحه؟ كيف الفنانه فيها تكون ورقه رابحه؟ ايه. لما تكون اسم بتقدر تغامر فيه ببروجي بعمل كبير، وبتعرف اكيد انه بالتالي بيجيب لك ربح اكيد. على كل حال نيكول سابا، رح نشوف كم ورقه رابحه سجلتي، بنشوف سوا بهالروبورتاج. وانا طبعي كده وبحب كده وبحب اعيش وما عنديش الا كده. على يا نصيب. بونجور. بتحب تشتري بحظك تشتري يا نصيب؟ بركي نهارك حلو بدك تربح $1,000,000، ما حدا بيعرف. جرب لوتو. يلا لوتو تفضل، ان شاء الله بتربحهم كلهم. اول الف. ميرسي، ان شاء الله بتربحهم، واستفتحنا باول وحده لوتو. بونجور. بونجور. بتحب تشتري مني يا نصيب؟ صدقيني رح تربحي. وقفي صدقني وحده. ليك الدنيا شو مفرفح، شو بيمنع هلا تربح $1,000,000 وتشتري اليخت وتكون مبورد عليه؟ صدقني بتربح وبتشتري اليخت. من هون اليخت هلا بيطلع لك من هون. صدقني. لا 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 صدقني، جرب حظك. انا حاطه انك رح تربح اليوم. لو عندي حظ ما كنت كلنا ما كنت خلقت. انا عندي الحظ اني شفتك اليوم. بركي ربحت اليوم. اسمعي مني. انا حاسه انه رح تربح اليوم، ما تستحي. طيب مش عارف. اوكي بس بركي ربحت اليوم. عوجه يلا. ميرسي. طيب ما بدي شو يا نصيب، بس احنا الشباب. بونجور. لوتو او يا نصيب؟ لا لوتو يلا. ما فيش حد حيحكم فيا ويقيدني شويه شويه، وكل يوم يعمل لي حكايه، وش معنى لازم ارضى في كل صباعه زي ما كنت خاتم. حبيت. بونجور. كيفنا؟ تشتروا مني لك شو باقي معي؟ لا هيدا اليوم. انا من مصر. اهلا. شفت المصلحه كنا عم نبيعها يا نصيب؟ يعني اول شيء وات ايفر يو دو بالبقلي 2000. ميرسي. باي. انا افتست. الشغل متعب، ما في شيء هين. يا نصيب. ولي. مسيو. نقي وحده. ايوه. بعت منيح. بعد عندي 6 اوراق. يلا تعالوا في زبونات. يلا. مش حضرتك نيكول سابا؟ حضرتك نيكول سابا، بس عم جرب مهنه ثانيه. والله؟ تاريخ اليوم؟ بركي ربحت $1,000,000، ما حدا بيعرف. يلا لاني كذا رح. يلا. اكل العيش صعب. منه هين. اسحب ورق. لا ناخذ 2. هتاخد 2؟ يا اسم الله ما شاء الله، نهارنا فل ان شاء الله اليوم. حلو تحسي انه عملتي انجاز، يعني انا حاسه اليوم انه عملت شيء، انه قدرت بيعهم انه هيدا الانجاز حلو. نيكول، انجاز رائع بهالروبورتاج اللي شفناه. كنت بتاخذي العقل على الطريق. نيكول سابا. نيال بيلاقي نصيبه معك. طمنيني، اللي ملاقي نصيبه معك كيف هو؟ بسلم عليك. بسلم علي. كيف هو؟ يعني بتلخصيه بكلمه. مهضوم، حلو، لذيذ، كريم. يشبهني. بيشبهك؟ يشبهني. يشبهك. بيشبهني يعني موجود. يشبهني يعني مش لازم يكون بيشبهني. لازم يكون بيشبهني وبيشبهك. ايه وبيشبهني. اوكي. نصيب نيكول. وانت كمان نصيبك منيح معه؟
اكيد اكيد اثنين. نيكول، عاده شفنا هالروبورتاج اللي عملتيه، نزلتي على الطريق، فنانه موجوده على الطريق وكمان موجوده معنا بالاستوديو، رائعه بالمحلين اللي موجوده فيهم نيكول سابا. ميرسي. عاده انت بتشتري اوراق يعني نصيب لا. او لوتو؟ لا، ما بحس ما لي حظ بهيك اشياء. طيب ليش قررتي نيكول انه تكوني بهالبيع اليانصيب؟ عاده العالم اللي بتشترك فيهم او بتشتريهم هن من الطبقه المتوسطه، اذا حتى ما نقول الفقيره. ليه قررتي تنزلي على الطريق لحتى لا تعيشي بالعكس، معهم؟ هيدا موضوع تاني. انا ما بحس ما لي حظ بكل شيء هيك يانصيب واشياء، بس انا بحب احتك بالعالم، بحب انزل على الشارع اشوف الناس كيف بتفكر. في حدا كان كثير يأسان ومتضايق، حسيت انه هيك اذا بحكي وبربشه شوي بقنعه انه يجرب حظه. فلا، حلو التواصل مع العالم بالطريق يعني. كثير حلو. نيكول اللي لحقتيه شفناه هو راكد وانت لحقتيه، وصل لحقتيه ولا لقطيه ولا لا ما قدرت القطه. في ناس بيخافوا من الكاميرا كمان، بيستحوا يعني. بيخافوا من الكاميرا. مش من اليانصيب؟ مش مني. مش منك. نيكول، برايك النجاح حظ او اجتهاد؟ الاثنين. فيها هيك وهيك، في حظ وفي اجتهاد. بحسهم بيكملوا بعض. اول شيء ببلش الحظ، في ناس بعدين كثير في اجتهاد. مجتهده بس ما عندها حظ، ما بتوصل. وفي ناس كمان يعني بيكملوا بعض، اكيد بيكملوا بعض. الضيف اللي رح نستقبله هلا ما اتكل على الحظ والشكل لحتى يوصل، وانما اشتغل على حاله لحتى يصير من ابرز ممثلي الدراما بلبنان، مستقبل بزقف كبيره مازن مقدم. مازن، مساء الخير. مساء النور. مؤخرا شفناك مع نيكول سابا بكازانوفا، جمعكم مع بعض هالمسلسل. صح. كيف كان الانسجام انت ونيكول؟ كانت اول مره ما بنعرف بعض. مزبوط. صح. بس كان في انسجام كبير، وانا كنت ما بعرف يعني، كنت شوي هيك ما بعرف على نيكول، فما توقعت انه يكون في انسجام بهالسرعه. وهذا الشيء لانه هي كثير طبيعيه وتلقائيه ومهضومه. ميرسي. وكلنا كنا نحب كان نقزان اول شيء، كان هيك اول مره كنا عم نسلم مع بعض، حسيته شوي بعده ما قلت له يا الله انه بحبوا بعض وهيك كيف. لا انه لازم بالشغل تكسر شوي والحمد لله عملنا شغل كثير حلو. لا الحمد لله. كنا هلا عم نتذكر ايام التصوير وقد ايه كنا ننبسط. صح. مازن، انت بالبدايه كان في مهنه يعني عرض الازياء، كانت بالنسبه لك بصراحه يعني اذا بدك تقلنا قديش الشكل اشتغل دوره انه انت توصل هيك، انك شاب حلو تقدر توصل للي وصلت له هلا بالدراما؟ هلا لا شك انه الشكل بيلعب دوره بس باول خطوه يعني، بس بعدين بده يكون في الموهبه، واذا ما كانت الموهبه موجوده يعني الشكل ما بينفع. خصوصا انه انا الادوار اللي لعبتها كانت ادوار صعبه ومركبه، كان في ادوار شر وكان في ادوار خير وكانت ادوار رومانسيه. بس اذا اجاك مثلا عرض، اذا قلنا اوفر هلا اجاك من مثلا مصمم عالمي لحتى تكون معه بعرض ازياء، بتروح ولا لا؟ اكيد اذا كافالي او دولتشي اند جابانا ركض بتروح. شو بتعمل معه مثلا؟ بتعمل معه العكس، انه بتروح انت تعمل له عرض ازياء وبتجيبه مثلا طبعا يلعب بحلقه، انه بتجيبه على ياخذ دور مثلا بمسلسل حسب قد ايه بده يطلب على الحلقه، هيدا موضوع ثاني. مش عايز هو مش عايز لا بركي بده بركي بس هيك حب الظهور غير موضوع. بتعرفي عنده زباين كثير لبنانيه. اكيد طبعا، لبنان كلنا بنحب الموضه والفاشن يعني. مازن، اذا هيدا عم نحكي عن عرض الازياء، اذا صح لك تغني، انت بتغني شيء ولا لا؟ لا ما بغني. لا ما في مشروع غنى او شيء؟ لا بفضل لا، لانه ما بعرف يعني، انا بحب انه لما فوت بمجال بحب انه اكون موجود بجداره، اني انجح، وما بعتقد اني حانجح بمجال الغنى. اكيد. بلا ما نجرب الصوت يعني. لا اكيد. جربوا شوي. بلاها بلا اضبط. على كل حال رح نكتشف اشياء بعد جديد كثير بضيفنا بعد الاعلان. بنتابع باحلى جلسه، خليكم معنا. مازن، انت بتحب اوقات تلعب هيك دور الجقل او كازانوفا؟ كذا واحد كازانوفا، تقب الموتو، تقب الهارلي؟ مش نوفا واحد، مش كازانوفا. لا انا كازانوفا لعبته مش لانه هو جقل او زير نسا، بس لعبته لانه هو دور كتير صعب، دور مركب ودور سايكو، وكان بحاجه لجهد تمثيلي اكيد. بس انا بحب السرعه، بحب السيارات السريعه، بحب صوتها، بحب تسرع كثير. بحب هيك بنبسط بصوتها يعني. بحضر فورمولا 1 كرمال اسمع هالصوت، بعلي الصوت. بس ما بتعطي الهم بهالموضوع مثلا بالنسبه مثلا لاولادك نازك وخليل ونازك؟ ابني عمره 3 سنين وشهرين، بحب الموتويات كثير، كمان بحب السرعه، بحب السرعه وبحب السيارات، بحب يسمع صوت السياره والموتو
بتحسه هيك بيستلذ ومبسوط. بس بدي اسالك شغله، انت خليل ونازك مسميهم نازك على اسم اهلك. اهلي صحيح. بعد في عندك مشروع اولاد؟ لان ما في اهله ما في نسمي شيء على ما فينا نسمي حدا على اسم اهله. لا انا اكيد انا بس لانه انا وحيد عند اهلي، يعني اقل شيء يعني اقدمه لاهلي اللي وقفوا حدي اني سمي على اسمهم، بعدين تصطفلي تسمي اللي بدها اياه. حقها. بتسمي اللي بدها اياه بعدين. اكيد ديمقراطيه. ديمقراطيه، في ديمقراطيه طبعا، بلد ديمقراطيه. على كل حال بدي اقول انه لمازن ونيكول انه عاده انتم بتمثلوا بالدراما، بس في عنا علاج بالدراما بيكون، مشان هيك بهالوقت رح نستضيف ممثله بالدراما وبالعلاج وبالكوميديا كمان، زينة دكاش. زينة مساء الخير. ايوه اضربي هيك، ايوه ضربت هيك قعدت هيك. مساء الخير زينة، كيفك؟ بونسوار توني. زينة انت المديرة التنفيذية للمركز العلاج بالدراما. مركز يعني لبناني للعلاج بالدراما. مركز لبناني للعلاج بالدراما. يعني كيف اكثر؟ فسري لنا اكثر. يعني العالم اول ما اسسنا هذا المركز اللي هو اسمه كاثارسيس، المركز اللبناني للعلاج بالدراما، صاروا يقولوا لي انه شو يعني بتعملي علاج للممثلين؟ قلت لهم لا. طب بتعملي لكن شو علاج من التروما؟ قصدك تروما؟ هي لا، هي فكره استخدام المسرح وتقنيات المسرح بهدف علاج نفسي، يعني عم تخلط بين التقنيتين، بين علم النفس وبين المسرح، وهو موجه لاي شخص يعني بحاجه يعبر عن حاله. كيف مثلا شو بعرف بتقرب يوم من الايام تشوف بسيكولوج لانه عبالك تعبر عن اشياء، بدل ما تروح عند بسيكولوج بتروح عند دراما ثيرابيست او معالج بالدراما لتقدر تشتغل على هواجسك او المشاكل اللي عم تفكر فيها او حياتك، بس باطار تمثيلي فبتمثل الواقع. نعم زين. بعدك مكمله مع المساجين بسجن رومي كمان تدريب للتمثيل لحتى يكونوا كمان نوع من العلاج. يعني بالنهايه اذا بنحكي عن السجن، سجناء قاعدين بمطرح في اكيد كثير قمع بمطرح، في هن بعاد عن الدنيا، في مراجعه للماضي كمان، ليش بدهم يوصلوا لهون. الوسيله اللي نحن بنقدمها هي دراما ثيرابي، فبنشتغل معهم تقريبا حوالي سنه كل مره، بس تمارين وهيك، وبالاخر بنعرض مسرحيه مثل 12 لبناني غاضب يلي حضرتوها ب 2009. 12 لبناني غاضب. كنا حاليا عم نحضر عمل ثاني، وللاسف صاروا غضبانين اكثر من 12 ولا بعد 12؟ صاروا غضبانين، يعني انا اللي يمكن الحق علي بكل الانتفاضه، عبروا عن غضبهم بشكل كثير كبير انه ولعت روميه. هلا موقفين شوي روميه، يعني عم نطلع بس المسرحيه وقفت، وحاليا انا بسجن بعبد عم بشتغل مع النساء. زين الدراما له فوائده كثير، بس كمان للاكل فوائده. مزبوط انه درسك طيب؟ ايه ليه مين خبرك؟ لا عم بسال بس سؤالي يمكن هيك انه ايه حسب، بعرف بحب بريزنتاسيون، بحب الاشياء تكون هيك انه مقدمه بشكل حلو. ايه بتاكلي منيح على الوقعه؟ يعني اذا رحتي شي مره على مطعم تاخذي عازميننا على العشاء توني بكون ممنوع. ولا انا وياك هلا بعد ما نخلص، بس عاده انت بس تروحي لتاكلي منيح. مقبلات بتطلبيه عاده بالمطعم؟ مش هيك بدك تسالها، بدك تسالها الني شو رايك بالقصبه الفتيله، هيك بدك تسالها. كبيره ست صح؟ يا دخلك زينك عن اشياء كنت خجوله. تفهم كنت خجوله اول شيء. صحن ملوخيه بالملوخيه وباللحمه. من شخصية إيزو المشهورة اللي نعرفها لشخصية بيبرس أو إسماعيل ياسين، رح نستقبل بهالوقت ضيف مصري بنحبه كثير وممثل قدير، بنستقبله بزقفة كثير كبيرة، محمد فهيم. مساء الخير يا محمد. بيبرس شو بيقولوا لك؟ بيبرس. ازيك يا بيبرس؟ تمام كويس. انت كويس. زي مصر واهل مصر؟ كويسين. كنا عم نحكي عن الاكل، جاي عم تضحك، هاتوا الاكل عجبك.